يبقى ده كانسرس. ده لو احنا اتكلمنا عليه حقيقي ده كانسرس. اصل الكاسين ده ما بتهضمش. ما تلاقيش حد بيشرب لبن وظهره سليم او اي من مكونات اللبن. ان حد ياكل اكله او يشرب شرب او يعمل حاجه وتعمل له دايريه، يعني تعمل له اسهال، ده معناه ان الحاجه دي توكسيك. لا حضرتك دلوقتي قلت كلمه قويه قوي. لو الناس سمعتها وفهمتها يبقى لازم يخلوا بالهم. حضرتك قلت لهم ايه؟ توكسيك، يعني سميه. اصل دلوقتي طالما معاك ما استحملتوش واختلطته بالمنظر المهين ده، اصل هي مخرجاه اكنها بتطرده فعلا. بجري على الحمام خلاص. طب وبعد كده لازم تيجي تعاند برضه، يقول لك طب اخد الكالسيوم من ايه؟ الله، طب كل تباشير بقى طالما القصه عندك بالكالسيوم. ومين قال ان اللبن بيزود الكالسيوم؟ مش مقصود، انا قصدي اقول ايه، طالما طب انا جوايا كالسيوم هتاكلني؟ ما هو حاجه غريبه برضه. يعني ما هو حضرتك دلوقتي ما تتكلميش على الكيميكال فورمولاز. لو جبت اي كائن حي ما هو فيه كالسيوم وفيه مغنيسيوم وفيه، مش كائن حي متكامل يعني. طبعا. لو كلت فرخه ايوه ولو الفار برضه ما هو فيه كالسيوم. ما هو الصين بياكلوا فران عشان كده. الله، نزعل ليه بقى من الراجل اللي بيعمل لنا لحم الكلاب طالما ما هو لحم الكلاب ده مليان مايجلوبين بقى ومليان اكتين ومايوسين وامينو اسيدز. لا، يبقى معنى كده ان انا الطيب من الطعام او اصناف الطعام اللي ممكن ادخلها جسمي وجسمي يستقبلها بدون اضرار ليها مواصفات. وبعدين ربنا خلق الجهاز الهضمي الوحيد اللي تحت ادارتك، يعني الجهاز الدوري تحت ادارتك ولا التنفسي حتى. صح. يعني انا بتنفس غصب عني وقلبي بيدق غصب عني، الوحيد اللي تحت ادارتك انت اللي بتدخل مدخلاته ومخرجاته، انت رئيسه واتفضل يا باشا.